بأي نوع فاكهة عندك هتعملي أحلى حلا بارد، هيرطب كده على القلب في الصيف. حلوة جدا، جميل جدا وهو كده خارج من التلاجة ساقع. تحفة بجد، وطعم الفواكه المختلفة فيه تحفة. ان شاء الله الوصفة هتعجبكم. مكوناتها سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت كده شيك وفخمة وحلوة في التقديم لو ضيوف لو اي حاجة. وطبعا عارفين ان احنا بنجيبها من الكافيهات غالية جدا برا. فهنبدأ على طول الوصفة معانا. هنجيب 3 معالق من بودرة الكاستر، آم، وهندوبها في نص كوباية من الحليب الساقع لحد ما يدوب كده. هنروح على النار، يكون معانا اللبن ساخن على النار. هننزل عليه بالكاستر اللي احنا مدوبينه في الحليب الساقع ده، وهنقلب بسرعة كده. احنا هو مش هيبقى رابط معانا كده زي المهلبية، لا، هيبقى ايه، القوام بتاعه سائل كده، هتشوفوه معايا دلوقتي. احنا عايزينه كده. هنسيبه بقى، ندخله التلاجة يسقع شوية عبال ما نقطع الفاكهة بتاعتنا. طبعا انا قطعتها وجهزتها، حطيت كل انواع الفاكهة اللي عندنا. حطيت بطيخ، تفاح، خوخ، برقوق، عنب، مانجا. كل الحاجات حطيتها. انتوا ممكن تحطوا نوعين، ممكن تحطوا نوع واحد، هي كده كده بتبقى تحفة. وهنقلبهم كده. بعد كده هننزلهم في الكاسات بتاعتنا. وبعد ما نحطهم في الكاسات على طول هندخلهم التلاجة، عشان هو بيتاكل ساقع حلو قوي. وبكده يبقى معاكي اشيك وصفة فواكه، كاستر بالفواكه، سهلة بسيطة حلوة، مش مكلفة يعني. عموما ما عادش في حاجة مش مكلفة، بس يعني لحد ما حلوة. بنجيبها من الكافيهات غالية جدا، فبتتعمل في البيت حلوة ونظيفة وشكلها شيك زي ما انتم شايفين كده. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تشتركوا في قناتي، واشوفكم دايما بألف خير.